حيرة كل يوم هنعمل أكل ايه؟ كل ست في كل بيت كل يوم الصبح تقوم على الكلمة دي. يا ترى هنعمل أكل ايه؟ يا ترى هنعمل أكل ايه؟ لما تيجي معايا في فيديو النهاردة أقولك على طريقة جميلة جدا جدا واقتصادية جدا وهتوفر معاكي، وكمان ممكن تعتمديها في كل عزوماتك حبيبة قلبي، وتعتمديها طوال شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالى نشوف فيديو النهاردة بيقول ايه، وعملنا الكفتة القمر دي مكوناتها ايه. سهلة جدا بسيطة غير مكلفة خالص بالمرة، وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تعتمدوها. وكمان عايزة اقول لكم تعتمدوها كمان لللانش بوكس سندوتشات الولاد. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف مكونات وصفة النهاردة. بسم الله. اول حاجة كده معانا مبدئيا ده ربع كيلو من صدور الدجاج، ربع كيلو ايوه. اللي هو بتجيبيه من عند الفراخ تقول له عايزه ربع كيلو. عندي لو انت عندك الفراخ في البيت هتاخدي نص الفص بتاع الصدر، مش الصدر بيكون قطعتين، انت هتاخدي منهم نص الفص دوت. الفراخ بتكون مقطعه مكعبات بالشكل دوت شاورما. ومعايا طبعا توابل، معانا كركم، معانا بابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبره، وكمان لو انت حابه تضيفي مكعب مرق الدجاج. ومعانا حبيبه قلبي حبه من البطاطس المسلوقه، وكمان حبه من البصل متوسطه، وقرن فلفل رومي. لو انت عندك فلفل الوان هتضيفي، ما عندكيش عادي ممكن تحطي الفلفل الرومي، ممكن تحطي فلفل شطه عشان لو انت بتحبي الاكل سبايسي شويه. خدت كده الفراخ على الكبه وفرمتها فرم ناعم. اولا كده هبدأ انزل بالفراخ بتاعتي في البولة او في اي طبق كده اكون مجهزاه. تمام كده. ضفت قطع الفراخ بالشكل ده بعد ما فرمتها فرم ناعم، وهبدأ انزل بباقي الخليط او المكونات الموجودة معايا. المهم بقى زي ما قلت لكم فرمته فرم ناعم كده قطع الدجاج، وهركنها على جنب. هجيب بقى البطاطس. طبعا البطاطس بتكوني سلقاها مستوية جامد، تصفيها تماما من المية، متخليش فيها اي مية. المرحلة دي انا بعملها قبل ما بشتغل في اي حاجة خالص. بسلق البطاطس وبعدين احطها في مصفى بعد ما بتتسلق عشان تصفي كل المية اللي فيها. هبدأ احط التوابل على الفراخ بتاعتي بعد ما فرمتها زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ افرم البطاطس مع الفلفل فرم ناعم. وهبدأ تاني بعد كده بعد فرمتهم مع البصل انزل بالفراخ بتاعتي والتوابل كده على البطاطس والبصل. تمام. بعد ما بحطهم كده كلهم في الكبه مع بعض ببدا افرمهم تاني. عايزه اقولك برضو على اضافات سهله وبسيطه جدا ممكن هتضيفيها. لو انتي عندك عود كزبره او كرفس او شبت ايا كان اي نوع من الخضره، ولو ولادك بيحبوها عادي مفيش مشكله ممكن تضيفي. انا عندي الولاد الصراحه مش بيحبوا الخضره في الاكل، فعشان كده مش بضيفها، مع انها بتدي اضافه حلوه خالص في الكفته، بتكون جميله جدا جدا وبتدي نكهه فظيعه بصراحه. انصحك انا كأم عمر انصحك ان انت تحطي عودين كده من الكرفس والكزبره والشبت على الخليط بتاع النهارده او الوصفه بتاعه النهارده، هيديكي اضافه حلوه جدا جدا وطعم جميل. برضو عندي بدائل ممكن اقولك عليها. لو انت عندك خلطه الكفته سوري معلش، هتجيبيها من عند العطار او اكياس الكفته ممكن تجيبيها وتضيفيها على الخليط بتاع النهارده زي توابل كده بتنكهها وتديها نكهه حلوه خالص. بعد كده الخليط دوت بعد ما ضربته كده في الكبه هتحسي ان هو انسيابي معاكي شويه. فهقول لكم برضو على اضافات هنعملها حبايب قلبي. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ولسه ما اشتركش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شير ولايك حلوين للفيديو بتاع النهارده علشان نقدر نفيد ونستفيد باذن الله تعالى. طيب الاضافه اللي انا بضيفها دلوقتي بقسماط. البقسماط ده انا عاملاه في البيت وقلت لكم على الطريقه بتاعته عندي برضو على القناه الفيديو لو انتوا حابين تتابعوا الفيديو وتشوفوه. فتات الخبز او فتات الفينو البايت عملت الفيديو وموجود عندي على القناه. بصوا حطيت حوالي 4 معالق من البقسماط. لو انت حابه تضيفي اكتر مفيش مشكله حسب العجينه وحسب الكميه اللي معاكي. طب الاضافه التانية اللي انا بضيفها دلوقتي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر.
كده عشان يخلي الكفتة من قلبها هشة شوية، ما تكونش مكتومة ولا حاجة. طيب الاضافة التانية ده زيت، حطيت حوالي معلقة كبيرة من الزيت. ليه يا ام عمر عملتي الخطوة دي؟ هقولك. لا احنا طبعا كلنا متعودين ان الكفتة بيكون فيها مادة دهنية شوية، والفراخ بتاعتنا مفيش فيها اي دهون، احنا شايلين منها الجلد لحم بس. فاضافة الزيت بتخليها تمسك معاكي شوية، بتشد، وفي نفس الوقت بتخليه قلبها يكون طري كده، وبتدينا طعم حلو كده. اللهم بارك. لو انت عندك ليا او دهن، ممكن تفرميها مع الفراخ وتضيفيها عادي، مفيش مشكلة. تمام. طيب انت قلت لنا يا ام عمر في بدايه الفيديو ان وصفه سهله وبسيطه. ايوه فعلا سهله وبسيطه، وهترمي معاكم كميه حلوه خالص. هقول لكم طبعا مع بعض كده في الفيديو ربع كيلو من الفراخ مع المكونات اللي ضفناها هيدينا قد ايه، او كام صباع كفته هنعملهم. ممكن تعمليها وتفرزيها وتحطيها في الفريزر، ممكن تعمليها كوجبه اساسيه في اليوم. كده اصبحت عجينه الكفته جاهزه معانا حلوين. هنبدا نحطها في التلاجة شويه تتسمر، بمعنى ان كل المكونات تتجانس مع بعضها والعجينه تشد شويه، ما تكونش سايبه في ايدك كده وبتلزق. تمام. بعد ما حطيتها حوالي ربع ساعه في التلاجة، هبدا اطلعها تاني زي ما انتم شايفين كده. ومعايا الاضافات بتاعه التغليف، معايا بقسماط، ومعايا معلقه كبيره من الكركم. الكركم بيدينا اضافه حلوه جدا في اللون كلون، وكمان في الطعم. الكركم حاولوا ما تستغنوش عنه في اي اكلات وفي اي وصفات يا حلوين، لانه فعلا مفيد جدا جدا. لو تعرفوا فوائده مش هتستغنوا عنه خالص. عايزه اقول لكم ان ممكن تستعمليه في كل حاجه، في وصفاتك كلها. حتى شرب الحليب لو هتضيفي منه معلقه كبيره كده على كوبايه الحليب، اللهم بارك، فوائده عظيمه جدا جدا. طيب الكفته بتاعتي زي ما انتم شايفين كده مفيش اي اضافات خالص خالص بعد كل اللي قلنا عليه. بنبدا بقى نصبعها كده زي ما انتم شايفين ما بين ايدينا، بتاخديها كده قطعه قطعه، حبه بقى لصباع كبير صغير، تعمليها كور، تعمليها زي قراص الطعميه. التشكيل ده حسب راحتك انت، وحسب ما تحبي انت واولادك حبيبه قلب. بس انا كعم عمر بحب اعملها كده زي ما انتم شايفين كفته، لان هي طريقتها كفته اساسا. فابدا اكورها كده زي ما انتم شايفين، وابدا بقى ارميها في البقسماط واغلفها بالبقسماط. وبعدين يكون معايا بقى اطباق كده جنب مني، لو انت هتفرزي، لو انت هتحمريها على طول كوجبه للغدا او كوجبه للعشاء ايا كان. ببدا بقى اركنها كده معايا كده على جنب بعد ما اغلفها بالبقسماط، وبعدين ابدا احمرها في الزيت. زي ما قلت لكم ممكن تفرزوا منها كميه كبيره جدا، يعني ممكن تعملي لك حوالي نص كيلو من البانيه، وتضيفي عليه الاضافات طبعا بتضاعفيها، وتبداي تضاعفي الكميه لو انت حابه تفرزي يعني منها. وادي بقى كميه الكفته اللهم بارك بعد ما عملتها. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عملت معايا كميه حلوه جدا جدا يا بنات من الكفته. طبعا انا مش هحمرها كلها، انا هحمر كام صباع بس كده، والباقي هشيله في الفريزر. طبعا مش بشيلهم وافرزهم، لا. كل ما حد يتغدى او يعوز ياكل بحمر كده في الزيت على طول، ما بتاخدش وقت عشان تكون سخنه. طبعا في الجو البرد دوت لازم الاكل يكون سخن علشان طبعا يدفينا ويدفي الاولاد. هحمر منها كام صباع كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وهبدا احمرها واعملها في السندوتشات للولاد. ممكن تعمليها جنب مكرونه صلصه، جنب مكرونه قلم، ايا كان الوجبه اللي ولادك بيحبوها، جنب رز بسمتي، جنب عيش وطحينه وسلطات. اشتغلي حبيبه قلبي على الاكل اللي ولادك بيحبوه واعمليه. طبعا انا ما قلتلكوش هترمي معانا كميه قد ايه. هيرمي معانا حوالي 25 صباع من الكفته، اللهم بارك. يعني طبعا زي ما قلت لكم ما كدبتش عليكم، الوصفه سهله وبسيطه واقتصاديه على قد، يعني على قدر الامكان، فعلا اقتصاديه جدا جدا. حبايبي ومتابعيني بحبكم في الله، ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب، ما تنسونيش في دعوه من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني، اللهم امين يا رب العالمين. وبعتذر